ازيك يا اصحابي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. الفيديو ده يا جماعه هيكون من اهم الفيديوهات اللي هتعدي عليك في بلوكس فروت، لان انا هديك شويه تريكات وحاجات لازم تفهمها في بلوكس فروت، وحتى في ناس محترفه في اللعبه دي في حاجات هي لسه ما تعرفهاش في بلوكس فروت. فهكمل الفيديو للاخر عشان ما يفوتكش الحاجات اللي انا اقولها دي، حرفيا هتكون حاجات ضروري جدا. حتى لو انت محترف في اللعبه دي انا هدي نصايح للناس المحترفه والناس المبتدئه في اللعبه. بس قبل ما نبدا الفيديو ده يا جماعه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وتابعوا الفيديوهات. وعايز اقول لكم سريعا ان انا عامل جيف اواي على 2000 روبوكس، تمام؟ واي فاكهه بيرم تختارها في بلوكس فروت، يعني هم اتنين جيف اواي مش جيف اواي واحده. وشروط الجيف اواي ده يا جماعه سهله جدا. اول شرط انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتتابع فيديوهاتي وتدوس لايك على الفيديو لو عجبك، علشان الفيديو ده انا هكون تعبان فيه، فقدر تعبي ودوس لايك على الفيديو واكتب لي كومنت حلو كده زيك. الشرط التاني انت تكتب لي اسمك في الكومنتات في لعبه روبلوكس، عشان لو انت كسبت اقدر اتواصل معاك وابعت لك الروبلوكس بتاعك. اخر شرط يا جماعه والله هي كلها شروط سهله جدا. اخر شرط انت تخش الجروب بتاع روبلوكس اسفل الفيديو، هسيب لك اللينك بتاعه اسفل الفيديو علشان ده اللي هبعت لك عليه الروبلوكس اصلا. واخر حاجه يا جماعه، ودي مش من الشروط عادي، دي حاجه براحتك انت، السيرفر ديسكورد بتاعي اسفل الفيديو. خش سيرفر ديسكورد ده عشان السيرفر ده حرفيا احنا بنساعد بعض فيه في كل حاجه تخص بلوكس فروت. لو حد محتاج اي مساعده في بلوكس فروت بيخش يكتب على الشات العام، وفي عندنا بوت اصلا بيخش يبعت لك كل 4 ساعات الفواكه اللي موجوده على الشوب. حرفيا كل حاجه في بلوكس فروت موجوده على السيرفر ده. حرفيا في كل حاجه، تخش تعمل رياضات مع الناس اللي في السيرفر، عايز تخش تصيد وحوش، الحاجات دي كلها موجوده عندي على السيرفر. فادخل السيرفر ده علشان ما يفوتكش الحاجات دي. ويلا بينا نخش على الفيديو على طول عشان ما نطولش عليكم، واسف على المقدمه الطويله دي. اول تريكه يا جماعه عايزين نتكلم فيها، وهي اختار فاكهه تكون مناسباك اصلا في اللعب، فاكهه انت عارف تلعب بيها، تمام؟ فاكهه عارف تلفل بيها، تمام؟ وانصحك لو انت في الاول طبعا تختار فاكهه تقدر تلفل بيها، زي مثلا لو انت مبتدئ خالص خالص لسه في العالم الاول خليك في اللايت مثلا، او ممكن في الايس، الحاجات اللي فيها تلفيل كويس. وبرده لو جالك تريكس، يعني التريكس كويسه جدا في التلفيل اللي هي الفاكهه اللي معايا دي. فنصيحه ليك اول حاجه كده اختار فاكهه مناسبه ليك اصلا في اللعب، وتكون مناسبه ليك في البي في بي، تمام؟ حاجه كمان لازم الفاكهه اللي انت بتاكلها تتدرب عليها في حته البي في بي والضربات، وتتعلم كومبوهات والحاجات دي كلها. وانا ان شاء الله هعمل سلسله ممكن تبقى من اول الفيديو اللي جاي او اللي بعده ولا حاجه، والسلسله دي هتكون همسك فاكهه فاكهه في اللعبه، او طبعا يعني ممكن تبقى الفواكه القويه بس، تمام؟ الفواكه التعبانه مثلا السبين الروكت، الحاجات اللي تحت قوي دي ما مش هعمل عليها كومبوهات ولا حاجه، الا لو في ناس طلبت مني ان انا اعمل كومبوهات على الفواكه دي. بس اعتقد ما حدش هيطلب مني طلب زي ده، لان الفواكه دي ما حدش اصلا بيهتم بيها ولا بيبص لها اصلا. تاني حاجه اختار لك سيف يكون مناسب ليك وعارف تلعب بيه، زائد ان هو ممكن يساعدك في الفاكهه. سيف يقدر يساعدك في الفاكهه. طب ازاي؟ يعني مثلا انت بتلعب مثلا كومبو معين، عايز تضرب حد معين، مثلا تختار السكيل ده بعديه ده مثلا، تقوم مثلا نايل على السيف واخد ضربه معينه، واخد سكيل معين في السيف. فحاجه زي دي هتفرق معاك جدا جدا في موضوع السيف ده. واحسن سيف انا بفضله في اللعبه دي هو سيف زورو. طبعا السيف ده حرفيا جامد يا جماعه، اعتقد ان هو هينفع مع كل الفواكه اللي في اللوكس فروت. فالنصيحه اللي بعد كده يا جماعه، اختار اسلوب يكون قوي، واسلوب تعرف تتعامل بيه، تمام؟ زائد برضو حاول توفقه مع الفاكهه، تمام؟ واحسن اسلوب انا بالنسبه لي شايفه اسلوب كويس هو ممكن يكون اسلوب الدمج بتاعه عالي، واسلوب كويس جدا، اعتقد ان هو ينفع مع بقيه الفواكه. وممكن اسلوب السوبر هوين بس يكون في 2. فدول من احسن الاساليب الجامده قوي في اللعبه دي، تمام؟ ولو عايز تلعب جن، فاحسن الجنات طبعا اللي في بلوتس فروت هي الجن بتاع بروك. غير ان انا سمعت ان الجن ده هينزل له ريورك قريب. الريس اللي معايا هو ريس الانجل يا جماعه، بس انا حرفيا يعني انا بس مقصر في حته الريسات دي، انا مش مطور الريس الانجل بتاعي، فلسه عايز اطوره، وهعمل فيديو قريب ان شاء الله ازاي تطور الحاجات دي وازاي تجيب الريسات التانية والحاجات دي كلها. بس انا هديك نصيحه، احسن ريس ممكن تستخدمه هو ريس التنين، تمام؟ بيديك درع وسرعه، وتقدر تهرب كويس جدا. لو انت بتلعب بي في بي ممكن تقدر تهرب بطريقه كويسه جدا بالبي في بي ده، تمام؟ فريس التنين جامد في الحته دي، تمام؟ وممكن برضو ريس الغول برضو فيه سرعه والدمج بتاعه سريع، وفي ميزه ان انت ممكن تضرب ضربات، تمام؟ يعني مثلا انا بلعب على التريكس اهو، تمام؟ وعايز استخدم السكيل بتاع زد، ممكن اضرب السكيل بتاع زد تاني وهو لسه التحميل اللي على الشمال ده لسه ما خلصش، ممكن اعملها. فدي ميزه كويسه جدا في الريس بتاع الغول. وممكن برضو الريس بتاع السايبر، الريس ده يا جماعه ممكن يشيل هاك التنبؤ اللي في الشخص اللي قدامك ده. فالريس ده جامد جدا في الحته دي، الدمج برضو بتاعه عالي وبيديك درع. طيب الحاجه اللي بعد كده يا جماعه انا عايز اتكلم
الحاجة كمان يا جماعة اللي عايز أتكلّم فيها الmovement. الmovement يا جماعة في اللعبة دي مهم جدًا، جدًا، جدًا إن أنت تكون بتلعب movement. تعالَ كده ممكن لو لقينا بوس كده ممكن نبُص عليه كده وعايز أقول لكم على تحرُّكات معيّنة، لأ ده لسه بقى له شوية. طيب ما علينا مش شرط بوس أوي، أنا بس الفيديو ده كان ناقصني إن أنا أكلّم حد من الserver عندي يخُش يصوّر معايا في الفيديو ده، علشان كنت أجرّب عليه كام حاجة. طيب الmovement يا جماعة اللي أنا عايز أتكلّم فيه، إن أنت بلاش تقعد تتحرّك بالطريقة دي، ويعني مثلًا إيه، أنت عايز تضرب خصم مثلًا قدّامك أهو، وتقعد تتحرك بالطريقة دي، تعمل كده وتقعد تتحرك بالطريقة دي، فهو حرفيًا هيكون عارف التحرُّك بتاعك. لأ، لأ، خلّي التحرُّك بتاعك يكون كده، يعني مثلًا أنت رايح يمين، شمال، تروح شمال مثلًا شوية، بعد كده تقوم راجع يمين تاني، ما هواش عارف أنت رايح فين والّا جاي منين، والّا بتروح كده مثلًا. أكتر الغلطات إن أنت تقعد تلِف حوالينه كده وتضرب، وبعد كده تطلع تجري وتلِف حوالينه والحاجات دي كلّها، تمام. حسِّن في الmovement بتاعك تمام، فمثلًا حاول تتحرك يمين، شمال، اطلع فوق، اطلع مثلًا فوق كده وقوم عاكس اتجاهك، الحاجات دي كلّها لإن حرفيًا في الPVP كلّه هيبقى movement. يعني أنت مثلًا ممكن يبقى معاك فاكهة قوية جدًا والشخص اللي بيلعب قصادك مثلًا PVP معاه فاكهة ضعيفة ممكن يكسبك علشان الmovement بتاعه كويس، فأنت مش عارف تضرب عليه ولا ضربة من الإسكيلات بتاعتك، أو ممكن تجيب ضربة ضربتين بس مش هتعرف تجيبه علشان الmovement بتاعه كويس جدًا في اللعبة دي. فمن أهم الحاجات في اللعبة دي أو في الPVP عمومًا لإن دي أمتع حاجة في اللعبة أعتقد يعني، إن أنت يكون الmovement بتاعك كويس. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة وفي ناس كتير مش مهتمية بيها وأنا من ضمن الناس دي، أو مش فاضي بصراحة إن أنا أعمل الحاجات دي، بس لإن أنا عندي كذا شغل يعني شغل اليوتيوب اللي عندي ده مش شغل يعني مش ده اللي أنا متفرّغ له، أنا شغّال كذا حاجة تانية، فأنا بس حرفيًا مش فاضي في الحتّة دي، بس إن شاء الله هاحاول أفضّي وقت. وهي الحاجة اللي مأهملينها هي إيه، الخواتم. الخواتم يا جماعة مهمة جدًا، 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 في ناس كتير جدًا مأهملة الخواتم. عايز أقول لكم إن في خواتم أصلًا بتزوّد 50% من الدمج. يعني أنت مثلًا الskill بتاع Z ده مثلًا أو X، الإسكيلات دي مثلًا لو افترض إن الskill ده بيدّيك 4000 أو 3000 damage، لأ هو ممكن بدل 3000 يبقوا 4500 damage. فشايفين الفرق؟ فأنت ممكن أصلًا ما تكمّلش الكومبو بتاعك تكون جِبت الخصم اللي قدّامك في ثانية. وبرضه نصيحة منّي أخيرة ما تأهملش تطوير السيوف، لإن تطوير السيوف مهم جدًا في اللعبة دي تمام، لإن الدمج بتاع السيوف قوي جدًا وأعتقد ممكن يبقى الدمج بتاعه سريع. بس يا جماعة الفيديو خلص لحد هنا، يعني أتمنى أكون فدتك على قد ما أقدر تمام. وآخر نصيحة يا جماعة معلش، لمّا يكون معاك كومبو اتدرب عليه كتير تمام، أو لو معاك فاكهة اتدرب عليها كتير، بس طبعًا علشان يعني أنا مش عايز أكون بانصحك في حاجة تضيّع لك وقتك، حاول ضبّط وقتك في الحتّة دي، وبلاش تضيّع وقتك على أي لعبة عمومًا. خلّي طبعًا الأولويات بتاعتك في اللعبة دي، لو سواء عندك مذاكرة، عندك شغل، عندك الحاجات دي كلّها، ما تنساش دينك، الحاجات دي كلّها. وبعدين ابقى فضّي لنفسك وقت تمام، إن أنت تلعب أو تتمرّن على السيف أو على الكومبو أو على الفاكهة اللي أنت بتلعب عليها. فبس كده يا جماعة الفيديو خلص، أتمنى يكون الفيديو ده عجبك وأكون فدتك في اللعبة دي، يكون الPVP بتاعك اتحسّن بعد التمرين بتاعك وبس. وحاول ما تفوّتش الgiveaway دي وادخل server الديسكورد نوّرني فيه تمام، واشوفكم على خير، ويالّا يا جماعة مع السلامة.